السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله ونستعينه به. حبايب قلبي، النهاردة بإذن الله معانا الكريب السجق من غير ما تتكلفي، كلها حاجات بسيطة وهتعملي أحلى كريب للأولاد. اغلب الطلبات بتاعته هتلاقيها موجودة عندنا، وفي كل بيت هتلاقيها موجودة، وهتعملي الكريب ارخص مما تشتري من بره. كلنا اولادنا مهووسين باكل الكريب في الشارع. انا النهاردة هعمل لك الكريب في البيت باحلى طريقة وارخص طريقة هتفرحيهم بيها في البيت، وتأكليهم الكريب اللي هيتجننوا عليه من بره البيت. يلا مع بعض نشوف مقاديرنا ايه. بس الاول ما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لي اللايك والشير والاشتراك عشان القناة تكبر بيكم وليكم بإذن الله. نبدأ مع بعض بالمقادير. معانا كيلو سجق، 2 بصلة مبشورة او مفرومة، 2 طماطم مبشورة. ونجهز طلباتنا مع بعضنا. الكريب دوت يا حبايب قلبي لو عايزيني اعمله لكم اكتبوا لي في التعليقات. نبدأ مع بعض. الصوصات أهم شيء زي ما حضراتكم شايفين كده، عندنا كذا نوع من الصوصات وفي بقية المقادير، بس دي المقادير اللي هنشتغل بيها في السجق. السجق يا حبايب قلبي لازم تجيبيه يا حبيبتي من مكان موثوق فيه. السجق بالذات لازم يكون المكان اللي انت جايباه موثوق فيه. بيبقى مجمدات تشوفي الصلاحية بتاعته، بتجيبيه من السوبر ماركت تشوفي الصلاحية بتاعته، جايباه من الجزار تكوني واثقه في الجزار اللي انت بتجيبي فيه منه. زي ما انت شايفه كده معايا انا بوريكي ان هو صابح زي ما انت شايفاه كده. بتمسكيه تقصيه بالمقص مش بالسكينه، اهم حاجه تعمليه بالمقص عشان ما يتهريش معاكي. وتجيبي صينيه كده او جريل المتوفر عندك، بتحطي فيه حبه زيت ومعلقه سمنه صغيره خالص كده، وننزل في الصينيه كده لحد ما تسيح خالص ويسخن معانا شوية عشان نسمع صوت الطشة كده بتاعت السجق وياخد الصدمة بتاعته. السجق ما يتهريش معاكي، لازم ياخد الصدمة بتاعته الأول. بنديله الصدمة الأول يا حبايب قلبي عشان خاطر ما يتهريش معانا. لازم ياخد الصدمة بتاعته ونسيبه شوية كده وبعدين نقلب فيه براحتنا. يسخن الزيت قوي معانا وهننزل بالسجق كده زي ما انتم شايفين. ننزل بالسجق ونسيبه. يلا شاركونا يلا بالاشتراك واللايك والمشاركة، ما تنسوش تشاركونا وتدعمونا يا حبايب قلبي. نزلنا بالسجق اهو، نقلبه بالراحة كده ونسيبه خالص لحد ما ياخد الصدمة. ما تقلبيش فيه كتير. على فكرة ده السجق ده ارخص حاجة موجودة دلوقتي، يعني لا هنقول لحمة الكيلو بكذا ولا هنقول فراخ الكيلو بكذا، ولا ده حبة سجق هتعملي بيهم احلى كريب، احلى من بتاع المطاعم بره. احنا كنا في المطعم ما كانش ليه اي طعم زي ما انت هتعمليه في البيت كده، وهوريك النتيجة بتاعته هتبقى عاملة ازاي. واغلبية مقاديره هتلاقيها موجودة عندك، اللي تقدري عليه هتحطيه في الكريب بتاعك. حاجات بسيطة. الصوصات بدل ما هتشتري ازايز ممكن تجيبي كيس. الجبنة الموتزاريلا ممكن تبدليها بجبنة رومي. عندك كذا حاجة هنقولها مع بعض دلوقتي وهوريها لك وانا بعمله. هتحسي ان انت بتعملي كريب للاولاد من غير ما تكلفي اي حاجة خالص، بمقادير وحاجات عادية جدا. عايزة تجيبي لحمة مفرومة، برضو تقدري تجيبي لحمة مفرومة وتعمليها زي الكفتة كده، تكببيها كده وتاخديها على البوتاجاز صدمة كده وتحطيها في الكريب. لكن السجق معاكي هياخد طعم لان بيبقى كله متبل. نزلنا زي كده اهو بصلتين مبشورين عشان الطعم ويدي نكهة كويسة للسجق. هو كده كده السجق ما بيحتاجش متبل بكل حاجة، بس برضو البصلة بتزود معاكي الكمية. اي حاجة بتحطيها بتزود معاكي الكمية. هو بره برضو ما بيحطلكيش كميات كبيرة في الساندوتش، بيحطلك حاجات بسيطة جدا. ننزل مع بعض بشوية فلفل اسود او كبابة صيني، اللي موجودة عندك فلفل اسود كبابة صيني بتحطي حبة، هو كده كده متبل ومتبهر ومش محتاج اي حاجة.
ننزل مع بعض كده نقلبه شوية. هو كده خلاص خد الصدمة ومش هيفك معاكي ابدا. تقلبيه كده ونزل معاكي. شايفة السوائل نزلت منه قد ايه؟ كل السوائل دي بعد كده هنصفيها ونستخدمها في لحمة ببصل او نستخدمها في اي اكلة تانية. هو عامة السجق بيسلي كتير جدا، والسلة بتاعه ده عبارة عن برضو دهون، هتلاقيها برضو من دهون حيوانية، هتلاقيها برضو هتنفع معاكي في لحمة ببصل، في شاورما، اللي تحبي تعمليه بيها تركنيها، ما ترميش حاجة. مفيش حاجة دلوقتي في الغلا ده محدش بيرمي حاجة دلوقتي. اي حاجة تقدري تستفادي منها، تدوريها، تعملي لها اعادة تجديد، مش عارفة ايه، كل حاجة دلوقتي نقدر نعمل منها كذا حاجة. ومعاكي اهو السجق، شايفة؟ بصي نزل قد ايه معانا، بصي الدهون كتيرة جدا اللي نزلت منه، وزي ما انت شايفة ما تفكش معانا، وهوريهولك واحدة بواحدة دلوقتي ما تفكش منه. ولا هننزل بالطماطم المبشورة زي ما انتم شايفين كده. عايزة تكتري في المكونات اللي زي دي عشان يديكي كمية كبيرة، كتري زي ما انت عايزة. هم اصلا في المطاعم وفي الاماكن اللي زي دي بيكتروا كميات البصل والفلفل والطماطم اللي انت عايزاه حطيه، زودي فيها زي ما انت عايزة عشان تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها. لو انت عندك كمية اولاد يعني ما شاء الله بتزودي، عندك عزومة ما شاء الله مش عايزة تكلفي نفسك، كل واحد هيكفيلك كتير وهيأكل كل اللي موجودين عندك. زي ما تحبي يا حبيبة قلبي بتعملي، زودي بصل، زودي طماطم، زودي فلفل اللي انت حابة حطي. ممكن تحطي فلفل الوان، يعني انا ما كانش متوفر عندي، بس تقدري تحطي 2 فلفل الوان او 4 فلفل الوان اللي انت حابه. بتكتري الكميه على حسب ما انت تحبي، المتوفر عندك بتحطيه وتكتري معاكي وتعملي وتاكلي، وبالف هنا وشفا على قلوبكم. زي ما انت شايفه كده ما بيفكش معاكي ولا واحده هتفك معاكي، وكده ما بياخدش سوا كمان. زي ما انت شايفه كده هو بياخد يا دوبك بس هما تقليبتين كده وتلاقيه استوى معاكي. استوى هيبقى زي الفل معاكي وبألف هنا وشفا. احنا كده خلاص خلصناه خالص، وهنصفيه كمان، نصفي كل السوائل اللي فيه ديت عشان ما تبقاش مضايقانا واحنا بنعمل الكريب. اهو بصي هنصفي بقى السوائل دي كلها. بصي صفى معانا ده، انا صفى معايا علبة كبيرة. العلبة ديت هاخد منها اعمل منها لحمة ببصل، هاخد منها اعمل منها طبيخ. لو حابة تحطيها في طبيخ مفيش مشكلة، تقلي تقلية المحشي، تقلي تقلية حاجة هتديكي طعم زي العسل، مفيش مشكلة. ان دي كلها دهون، كلها موجودة في السجق، يعني كلها حلوة وجميلة. معانا هنا الصوصات. دي بقى المقادير اللي هي بتاعت اللي هتعملي بيها الكريب. الصوص دوت صوص بابريكا على مايونيز، ومعانا الجبنة الموتزاريلا، مش متوفر عندك بلاش منها. الكريب اهو موجود معانا برضو، حابة تعمليه في البيت هقولك على الطريقة، اكتبيلي في التعليقات وانا اعرفك الطريقة بالظبط ايه. ومعانا الجبنة الرومي بديلة للجبنة الموتزاريلا، لو مش حابة تحطيها، حابة تحطي الاتنين حطي. لكن والسجق اهو زي ما انت شايفة صفيناه خلاص وسلق منه اهو، طلعناه. معنا الطماطم والفلفل والزيتون، حابة تحطي مش حابة براحتك، كله كله اللي انت عايزاه اعمليه عشان ما تغرميش نفسك وهيطلع معاكي احلى كريب. بس بناخد كده زي ما انت شايفة، بندهن بيه الكريباية، ندهنه كده. بشغل الفرن كده عشان يسخن عشان ندخل الصينية على طول. احنا هنا هنعمل كريب رول، حابة تعمليه مثلثات هعرفك الطريقة، بس هنا انا الاسهل بالنسبة لي بعمله رول، بحطه في الصينية وبحطه في الفرن عشان ما اقعدش ايه اتعب نفسي واقلي فيه على البوتاجاز. انا ما بحبش وقفة البوتاجاز كتير، القلي والحاجات ديت بتتعب ظهري. وبعدين الصحي افضل للناس اللي بتعمل دايت وكده، بيبقى الافضل ليهم كل حاجة تدخل الفرن. عشان كده انا كمان بعمله، بحب ادخله في الفرن، بيبقى اطعم من كمان من اللي انتي بتعمليه على البوتاجاز. عايزه تحبيه على الجريل اعملي على الجريل، واعملي على البوتاجاز مفيش مشكله. اهو بندهن مع بعض كده زي ما انت شايفه كده. تزودي في الصوص براحتك، تقللي براحتك، بس هو الصوص كل ما بيزيد بيديله طعم احلى. حطي صوصات تاني في على الوش مفيش مشكله برضو، بس انا بعمل الحاجه اللي على الارخص وعلى قد ايد الناس كلها.
كل واحد وعلى قد مستطاعته. انتي تقدري تزودي بتزودي براحتك في الامكانيات، ربنا فاتحها عليكي، زودي واعملي اللي انتي عايزاه، وحاجات تانية بتحطي براحتك، ربنا يوسع وتعمل. ما ملوش مقدرة اللي انا بقوله عليه يعمله، هيلاقي برضو طلع معاه احلى نوع كريب، هياكله احلى من بتاع بره. زي ما انتم شايفين كده معانا هنا اهو، نزلنا بحبة سجق. عايزة تزودي في زودي، عايزة تقللي قللي براحتك، كله انتي بتعملي بايديك. ننزل بشرايح الطماطم، فلفل حار بتحطي، فلفل رومي موجود عندك بتحطي، انا ما كانش متوفر عندي عشان كده بقول له كل اللي متوفر عنده حاجه بيحطها وبيزود. عندك زيتون بتحطي، عندك فلفل بتحطي، عندك طماطم بتحطي، شرايح خيار مخلل حطي، هيديكي طعم جبار. بس انا اللي متوفر عندي بعمله، اللي متوفر عندكم اعملوه. حط عليه برضو شريحه جبنه رومي، مش متوفر عندك موتزاريلا بتكفي الرومي، تقسميها 2 كده تقومي حطاها وهتديكي نفس نتيجة الموتزاريلا. الناس اللي بتحب الرومي وبتحب الموتزاريلا يحطوهم على بعض زينا كده، انا ولادي بيحبوا الاتنين، فانا كان متوفر عندي فعملت لهم الاتنين. يعني نبدأ بقى نلف كده، خلصنا كده كله هنبدأ نلف كده رول، مش هنلفه مثلث. وهعمل لكم حاجة واحد برضو كده، الناس اللي بتحب تعمله شكل الكريب هعمله لكم، بس انا ده هعمله كده عشان هحطه في الفرن. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي كده. ما تنسوش لو عجبكم اللايك والشير والمشاركة وتفعلوا لي القناة. يلا معانا بقى نعمل واحد تاني، نعمل مع بعض واحد تاني كده. شوفوا بقى جماله كده. حابين اعمل لكم الكريب اكتبوا لي في التعليقات، اللي حابب ومش عارف الطريقة يكتب لي، وانا ايه حسب التعليقات اللي هتجيني اعمله لكم على طول. لو لقيت كتير منكم عايزني اعمل الكريب هعمله لكم. عايزة برضو تشتريه من بره بقى متوفر كتير جدا في الافران وفي الاماكن اللي بتعمل الحلويات والحاجات دي. ده صوص شطة، ده صوص شطة اللي هو الناس اللي بتحب الشطة، ما يكونوش اطفال طبعا، ناس كبيرة اللي بتحب الشطة. والكريب متوفر في كل حتة، لو مش حابة تعمليه او هيكلف معاكي تقدري تشتريه برضو، ومش غالي خالص. يعني تقريبا في حدود 30 جنيه حاجة زي كده الكيلو، بيرمي معاكي برضو بتاع 10 او 12. زي ما انتم شايفين هنحط شرايح الطماطم عليه، ونحط الفلفل، واللي بيحب زيتون تحطيه، اللي ما يحب الزيتون بلاش منه. بيحب خيار مخلل قطعي شرايح وحطي، بس طبعا ما كانش متوفر عندي فما حطيتش. اهو زي ما انتم شايفين كده بحط فلفل عشان دوت حد كبير بنحط له مثلا ايه اللي هو بيرغبه، كل واحد ليه رغبة في حاجة بنعملها له. حطوه ما يهمكوش، هيكفي معاكم ان شاء الله ببركة ربنا وبالصلاة على رسول الله وبالذكر الله. طول ما انت واقفة اذكري الله عشان البركة تلاقيها. بصي الخير ده هيعم عليكي كده من ذكر الله، هتلاقي الحاجة القليلة كترت. متقلقيش، ذكر الله بيبقى ربنا بيرزق وبيبارك في الحاجة. طول ما انت بتذكري الله هتلاقي بركة كده، انت نفسك هتستغربي. يعني الحاجة بذكر الله ربنا بيرزق وبيبارك في كل شيء انت في ايديكي. طول ما انت بتذكري بتسمي الله وبتسبحي وبتستغفري ربنا هيرزقك البركة. ده كده تاني واحد عملناه مع بعض، نعمل لكم كمان واحد. هننزل مع بعض برضو كده بالصوص. الصوص دوت صوص البابريكا على المايونيز، تقدري تحطي عليهم صوص كاتشب، تقدري تحطي الصوص المستردة، بس انا عشان احنا ما بنحبش المستردة ما حطيتش، والكاتشب هيحطوه فوق الساندوتش وهما بياكلوه. زي ما انت شايفه كده حبه قلبي، بتحطي السجق، عايزه تكتري كتري، عايزه تقللي برضو ما فيش مشكله، وهيطلع جميل معاكي برضو وحلو. اي حاجه الام بتعملها في البيت الولاد بياكلوها بيبقوا فرحانين بيها. ربنا يفرح قلوبكم ويفرحكم باولادكم يا رب جميعا. ومعانا كده برضو تقدري تعمليه، حماتك ما بتعرفش تعمل الحاجات ديت تعمليه وتدوقيها، مامتك ما بتعرفش تعمل الحاجات ديت بتعزميها وتدوقيها. الحاجات ديت جميلة جميلة جدا ومش مكلفة.
عندك لحمة فراخ تقدري تعملي اللي ربنا موسع عليه يعمل، مفيش مشكلة. بتعملي بنفس كده المقادير. عايزين نعمل لكم لحمة وفراخ شاورمات، عايزين يعملها لكم بلحمة بواقي، مفيش مشكلة. ابعتولي واكتبولي في التعليقات واحنا هنعمل مع بعض احلى كريب تاني، وهوريهولكوا كريب المثلثات لو حابين تعملوه. انا كده كده بعمل دوت عشان خاطر ما يبقاش برضو فيه دهون كتيرة، ويبقى برضو صحي معانا، وما يبقاش برضو ايه مليان زيوت ودهون. عايزة تقليه وتحمري مفيش مشكلة، الاتنين معاكي. مش قادرة تقفي على البوتاجاز وتعبانة ومرهقة طول اليوم، اعملي وانتي قاعدة على حيلك على الطبلية. ده كده تالت واحد معانا، بعمله كله قدامكم اهو زي ما انتم شايفين كده. هننزل مع بعض برضو بالصوص. ما تقلقيش خالص من حاجة وانتي بتعملي، اعملي كده وانتي بتحبي كده عمايل الحاجة، عشان طول ما انتي بتحبي تعملي الحاجة بحب كده هتطلع معاكي كويسة. اعملي وما يهمكيش. انزلي اهو بالسجق زي ما انتي شايفة كده يا حبيبة قلبي. ننزل مع بعض بالسجق. حطي برضو الكمية اللي تحبيها، عايزة تقللي عن كده قللي، عايزة تكتري كتري، زي ما بقولك في كل واحد فيهم اللي انتي يريحك اعمليه. كتري في التوابل، كتري في الطماطم، لو حابة تحطي فلفل رومي كتري واعملي براحتك. المتوفر عندك اعملي بيه، هما كده كده هيحبوا اي حاجة من ايدك يا ست الكل. حابة تعملي عزومة اعمليها برضو، مش هيكلفك زي ما هتعملي لحمة او فراخ. وفي نفس الوقت اللي انت هتعزميهم هيبقوا حابين جدا الاكل ده معاكي اكتر بكتير من اللحمة والفراخ. هننزل بالجبنة الموتزاريلا كده وهنلفه مع بعض رول برضو، عشان زي ما قلت لكم كده انا بحب احطه في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. بتقفلي عليه كويس عشان خاطر الحشوه ما تخرجش معاكي. لو عجبكم يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والشير. ادينا عملناه هنا اهو في الصينيه، وادينا له مسحه زيت بسيطه خالص كده، وهندخله على الفرن على طول. ينفع لحبايب قلبي اللي بيعملوا الدايت. هنعمل هنا واحد مثلثات، هو واحد بس اللي هعمله. بتعملي حسب افراد اسرتك وحسب ما انتي بتعملي. عندك عزومة بتكتري، ما عندكيش عزومة على قد افراد اسرتك، على قد امكانياتك. ما تغرميش نفسك خالص، اعملي على قد عددكم. انتي كده كده لما بتشتري من بره بتشتري لكل واحد واحد، يعني مش هتشتري 10. اعملي بعددكم مفيش مشكلة. عرفي العيل ان هي دي المقدرة، ايه المشكلة يعني؟ اعملي على قد الظروف. ربنا موسع عليكي من وسع، اعملي واكليهم وما تستخسريش فيهم حاجة، مفيش مشكلة برضو. يعني برضو ما نبخلش على اولادنا، احنا جايبينهم في الدنيا عشان نسعدهم. اعمليهم واكليهم وابسطيهم. هو احنا لنا غير ولادنا؟ لازم نبسطهم ونريحهم ونعمل لهم اللي نفسهم فيه كله. ظروفنا على القد نعرفهم برضو ان هي دي الظروف. وربنا يوسع علينا وعليكم وعلى جميع أمة محمد يا رب العالمين. هنبدأ كده زي ما انتوا شايفين كده، هنقفل عليه. حطينا الجبنة والحاجة وهنقوم قافلين عليه على طول زي ما انتوا شايفين كده اهو. نزلنا الجبنة الرومي، هنحط برضو الموتزاريلا عشان هما بيحبوها. بس طبعا خدي بالك ان دوت ما بتكتريش فيه الحشوات عشان بتخرج منه، مش زي الرول. الحشوات لما تكتر معاكي في المثلث دوت بتخرج منه. فحاولي على قد ما تقدري ما تكتريش، ويبقى من قدام كده يبقى فاضي. ايوه شايفه كده زي ما انا بلفه كده هتلفيه. ودي طريقه تانية كمان في اللف، لما اجي اعمله المره الجايه بحشوه مختلفه هعرفها لكم باذن الله. زي ما انت شايفه كده عملنا المثلث اهو. اللهم بارك زي الفل. وتقدري تنزلي بقى بيه على الطاسه وتعملي احلى كريب، احلى من بتاع المطاعم. اللهم بارك اهو، شايفه ماسك نفسه ومفيش حاجه خارجه منه. دهنة زيت بسيطه، كتريش الزيت عشان الدهون غلط على الاطفال. مسحه بسيطه كده
بصي انا نازله بمسحه بسيطه كده. هعمل الطاسه وهنزلهم تاني برضو في طبق تاني على جنب. بصي انا مسحتهم، هتشوفي تاني هتلاقيني نزلتهم في حاجه على جنب كده، عشان لقيت الكميه نزلت مني كميه كبيره. انت بتمسحي مسحه بسيطه بس على الجريل، ما بتكتريش، مسحه بسيطه. انا هنا صفيت الزيت اللي كان زياده، وهنزل عليه على طول بعد ما يسخن كويس. هقوم نازله عليه من الناحيه دي، الناحيه المفتوحه، عشان تلحم معاكي. ايوه كده يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. عالجريل هيديكي زيه زي اكنك جايباه من بره بالظبط. ربنا يحسن ما بين ايدينا، ربنا يوسعها عليكم يا رب، ويرزقكم من واسع، ويرزقنا ويرزق أمة محمد بالخير. أيوة كده هنقلبه برضو، ونسيبه شوية كده. أول ما يدي تلون كل حاجة مستوية من جوه، انتي بس بتلوني من بره. أيوة زي ما انت شايفة كده. أيوة قلبناه، شايفة مديكي شكل الجريل بتاع بره بالظبط. الولاد هيطيروا من الفرحة لما يشوفوه، وأول ما تعمليه هيبوسوا ايديكي. ما شاء الله اللهم بارك. دي حاجة بتفرح الولاد جدا وبتفرح الكبير. انا عن نفسي بحب اكله جدا، وولادي وكل افراد عائلتي بتحبه بصراحة، كبير وصغير. دوقي حبايبك، ودوقي حماتك، ودوقي اهل جوزك، ودوقي اهلك، ودوقي اخواتك. الخير كل ما بتعملي خير ربنا بيزيدك من وسع. واللقم بتمنع النقم يا جماعة، اللقم بتمنع النقم. اعملي وما تبخليش، اعملي وما تبخليش. ربنا موسع عليكي، اعملي وما تبخليش. على قد ظروفك اعملي، على قدك وعلى قد ولادك. ده كده قلبناه من الجناب عشان نبقى محمصينه من جميع النواحي كده، ويبقى مقرمش معاكي وجميل. ايوه زي ما انت شايفه كده يا ست الكل، من جميع النواحي كده بتحمصيه وبتعمليه كده. ايوه اللهم بارك. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب العالمين، ويزيدنا من نعيم الله يا رب العالمين، ويرزقكم. هننزل كده اهو تحميصة حلوة. نبص على الصينية، خرجنا اللي من الفرن اهو زي ما انتم شايفين كده. عايزة تديله لو ما عجبكيش اللي في الفرن تعمليه على الجريل. بنقول تاني، لو ما عجبكيش اللي في الفرن بتعمليه على الجريل، وبتقدميه كده يا ست الكل مع حبة خيار وطماطم والمخلل معاكي والصوصات بقى والكاتشب وكده. واحلى اكل بيتي بتعمليه اكنك بتاكلي في المطعم، زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. ربنا يرزقنا يا رب ويرزقكم من وسع. بننزل كده اهو. ايوه ايوه شايفه الكاميرا بتجيبلك ازاي؟ بنزلهولك كده عشان تشوفي كويس اهو كده. اللهم بارك. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. لو حابين اعمل لكم حاجه معينه اكتبوا لي في التعليقات وانا هعملها لكم. انا بعمل لكم كل جديد، بحاول اعمل لكم اكل المطاعم عشان ما تروحيش تجيبيه من بره بالغلا. بعملهولك هنا يا ست الكل، بعملهولك يا اختي يا حبيبتي، بعمل لكم كل اللي نفسكم فيه. بعمل لاخواتي وحبايبي واهلي وناسي. انتوا اهلنا وانتوا ناسنا وانتوا حبايبنا وانتوا اخواتنا. بنعمل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.